هيكون يعني هو 80% من الجول هو مش بيرسي تاو. الاولاني حلو مش بيرسي تاو، الجول الاولاني اللي جابه بيرسي تاو، اللي جابه بيرسي تاو هو 80% منه لا 80% منه بالنسبه لي هو كولر اصلا. 80% من الجون هو كولر. تمام. الفكره نفسها، وهقول لك هي الفكره جت راسا من الجزيره، جايه من الملعب، جايه من ملعب التمرين، من الجزيره لملعب من التتش للاستاد رادس، نفس الفكره. وهجيب لك الناس كلها راحت مع الجون وحللت الجون. انا بحب العناوين قوي وارجع اول بسمع جمله حلوه بتعجبني فبقف عندها، وهرجع لك دقيقتين لورا يعني ركز معايا مع الجون، وهرجع لك دقيقتين لورا. كربون الناس كلها ركزت مع الجون وشرحت الجون، ما خدتش بالها ان قبلها بدقيقتين كانت نفس اللعبه كربون بتتعمل بنفس التفريغه. انت بتعمل حاجه في الكوره اسمها اوفرلود، بتجمع اللعب في ناحيه عشان تفضي للعيب الجناح العكسي تماما. انت الكره دي شارك في الهجمه دي من بدايتها، من رميه التماس. الكره دي كانت بدايتها رميه التماس، شارك في الهجمه دي 7 لاعبين. ال7 لاعبين عملوا عمليه التدوير عشان تروح الكوره من رميه التماس في اقصى اليمين، يروح يتعمل التجميعه كلها ناحيه الشمال عن طريق علي معلول، حسين الشحات. كمل بقى، هات الصوره اللي بعديها على طول، هتلاقي ان اللي طالع ارجع تاني اللي طالع في الهجمه دي اللي بيعمل التفريغ هنا دي بدايتها مين؟ اليو ديانج، لعيب مركز 8 الثاني هناك اهو، اللعيب اللي عليه العلامه السوداء. الثانيه الاولاني خالص على الخط هناك حسين الشحات، الثانيه اليو ديانج، الثالث كهربا، الرابع مين؟ حمدي فتحي. حلو. انت مش شايف في الكادر اصلا بيرسي تاو. ده الكادر. روح للي بعديها، روح للصوره اللي بعديها على طول، الصوره اللي بعديها. بص 7 لعيبه فين؟ هنا نزل ايه؟ 7 لعيبه فين؟ 7 لعيبه اللي اعترضت عليه اهو في ماتش الزمالك لا اللي بداوا الهجمه من هنا. ثانيه واحده. وده برضه ايه؟ لا وقف بس وقف كام لعيب؟ انت ده في الكوره وضع طبيعي. لا خالص طبيعي. طب اصبر معايا. ادي التلت عند الحكم، تلت الملعب عند الحكم اهو. كام لعيب من الاهلي؟ ادي 1 2 3 4. بس لا التلت عند الحكم 3 هتلاقي تاو بره على الخط. الاثنين التانيين فين؟ 7. هو مارسيل كولر بيعمل عمليه الضغط ب4. الزمالك كان 8 في الثلث الاخير، 8 في الثلث الاخير. الزمالك يا جمال كان في رجليه كوره. ما هم دول في رجليهم الكوره اهو. وضع طبيعي يعني. مستحيل طبيعي ان هم ممكن اوفق الموضوعين عشان ما يبقاش فيه اختلاف. الفكره هنا ان الاهلي هيقدر يرجع لان ديانج وحمدي فتحي هيقدروا يرجعوا، انما الزمالك شيكابالا ومش هيقدروا يرجعوا. فطبيعي ان اللعيبه في الوقت ده بيفرق. فطبيعي ان اللعيب هنا يزيد. ممكن اقول حاجه ببساطه، احنا اصلا احنا متفقين. هو اللي انت كنت بتقوله من شويه انه الفكره انه شيكابالا وزيزو ما كانش ينفع يرجعوا، بس هنا حمدي فتحي وديانج ينفع يرجعوا. يقدروا بالظبط. ده اللي انا بتكلم فيه. عادي ان انت تطلع ب8 و9 بس الفكره مين يقدر يرجع. برافو عليك. الدوري الانجليزي اقول لك على حاجه، في اي دوري الاثنين المساكين بيبقوا معديين نص الملعب كمان، ان ما دول عنصر من عناصر اللعب. كمل لنا دي بقى. ماشي كمل. هنا نزل اليو ديانج، كمل مع علي معلول، ونزل عمل ايه؟ كهربا شد السنتر باك اللي معاه محمد امين توجاي، شده هناك. مين نزل على السنتر باك الثاني؟ حمدي فتحي. دخل معاه، رحل معاه مين؟ دخل محمد علي بن حميده الباك ليفت. فالباك ليفت رايح يمسك حمدي فتحي، والسنتر باكين هناك هو محمد امين توجاي وياسين مرياح. واحد كان مع اليو ديانج، فنزل اليو ديانج تحت، نزل معاه الباك رايت، وكهربا معاه السنتر باك الثاني. بقى الباك ليفت ماسك حمدي فتحي، السنتر باك بره اللعبه خالص، سنتر باك الثاني مع كهربا. وبقى بيرسي تاو اللي عنده علامه سوداء ده اللي هو مش لسه ما جاش في الكادر لحد دلوقتي اصلا. هو ما جاش في الكادر. هات الفريم اللي بعده، الفريم اللي بعده على طول. اقول لك على حاجه. استاذنك ده الفريم العكسي عشان تبان من هنا. استاذنك، ما هي دي برضه الراجل الباك ليفت عمل تغطيه عكسيه زي الكتاب ما قال. هو دور مين اللي ينزل الجناح. لا الجناح بس هي تمركزات لعيبه. حلو بس ده تقصير واجبات. لا مش قبل تقصير واجبات. انا اجبرته انه يعمل ده ازاي؟ انا كفرقه اجبرته يعمل ده ازاي؟ دخول حمدي فتحي وضع طبيعي. الرسم التكتيكي بتاع الترجي زي الفل والدنيا ماشيه زي جميل. الراجل ده لو غطى خلاص الموضوع بقى كابتن. معلش ممكن اقول حاجه؟ ما هو اللي خد الليفت باك دوت مع بعد انا هقول لك بس. اتفضل. اللي خد الليفت باك دوت حمدي فتحي اللي هو مش مهاجم اصلا، وهو لو بترتيبه المدافعين هو خد الليفت باك وفتح البيرسي تاو فخدع كمان الجناح. احنا بنتكلم حتى في شغلنا احنا. انا بتكلم طول ما الكوره بس مثلا اتجاه في ناحيه الليفت، الجناح العكس ده ملوش دعوه وعامل لي استرتش الملعب، وده مطلوب طبعا عشان تكبر يعني تقدر ان انت تخترق او تقدر زي ما انت بتجمع لعب هنا تلعب على الناحيه العكسيه ويقدر يروح بوشه. هايل. بس ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده وضع طبيعي واللي بيتعمل ده الصح واللي النادي الاهلي بيعمله الصح. انما انا بكلمك في الاول وفي الاخر هي تقصير من لعيب. المطلوب ان اللعيب ده لو نزل الخطوتين دول خلاص وقف مكانه. يبقى الفنت اللي اتعمل من كهربا ما كانتش توصل لبيرسي تاو، كان ممكن يستلم او الراجل ده يقطع او خلاص الكره عدت. انا ده اللي انا بتكلم فيه. يبقى كده مارسيل كولر خدعهم وخلاهم يخطئوا يعني. طيب عظيم اللي بيقول عليه. ماشي بقى. هات الحاله اللي بعديها على طول. نفس الحاله
دي بدايتها كانت في الدقيقه كام؟ نفس الحاله دي في الدقيقه 5. قبلها بدقيقتين كانت محاوله لتنفيذ نفس الفكره لاحراز نفس الهدف بنفس الطريقه عن طريق اوفرلود ناحيه الشمال وتفريغه. يعني الكره دي لما توصل وسط الملعب الدقيقه كام دلوقتي؟ 5:55. دي بعيده تماما عن الهدف، دي هجمه اللي قبلها على طول. هات الفريم اللي بعده، هات الفريم اللي بعده، كمل. نفس الاختراق بتاع حمدي فتحي بيكمل، نفس الاوفرلود بحسين الشحات وعلي معلول ناحيه الشمال. كمل، هات الفريم اللي بعده كمان. نفس التفريغه بنفس الطريقه بوجود بيرسي تاو ناحيه اليمين فاتح الملعب تماما. الكره دي اتحطت كان قرار علي معلول انه يطلع فيها حسين الشحات. لو كان قرار علي معلول انه يعمل الكروس الناحيه الثانيه على تاو او انها تكمل التدوير ويدخل يغير الملعب تاني على تاو، كانت هتبقى كربون من الهدف الاول بنفس الطريقه. ده يقول لك حاجتين مهمين قوي: شغل في التمرين، الشغل في التمرين لما ينعكس في الملعب مره واثنين وثلاثه واربعه. الناس كلها بتتكلم عن حمدي فتحي هو اللي بيكمل والاهلي بتحط الكره في المسافه اللي ما بين الاثنين مره واثنين وثلاثه واربعه. الراجل طور الفكره، ما بقتش بس ان حمدي فتحي بيكمل، لا ده انا بقيت بفرغ للعيبه ثانيه عشان مهما تقفل على حمدي وينزل معاه السنتر باك او ينزل معاه السي دي ام، لا انا دورت لها على حل جديد. بيلعب ايه؟ بيلعب لعيبه 8 بيكمل فيرود، دوره بيكمل على جوه طول. ما هو ده دوره، ما هو ده ما كانش بيتعمل. ما ده بص، ما احنا بنتكلم حتى في الحاله دي لو الهجمه بتتبني من ناحيه الثمانيه العكس على طول هو فيرو الثاني ده على طول. ما هو ما حدش شايفه، ده اللي جاي من تحت. للاسف بقى كابتن محمد انت بتقوله دوت نظريه، والحاجه الاجمل كمان كتير من الفرق ما بيعرفوش يعملوا، ما بيعرفوش. مش هتلاقي 8 بيخش. انا بقول لك بالظبط كده. احنا لما شفنا حمدي فتحي 8 بيزيد، احنا قلنا الراجل ده عمل ايه؟ طور، صح، ومع الاستمراريه ومع الاستقرار الفني والاداري صح. انت وصلت للمنتج ده، مظبوط، وده حاجه كويسه مش حاجه وحشه طبعا. ان انا بقول لك ده في عرف الكوره او اللي هي او الطريقه دي بالاخص هي دي من افضل الطرق كمان. 4-3-3 دي انا بقول لك الواجبات اللي هي الثمانيتين دول على طول هم على طول جوه الصندوق على طول، والثمانيه العكس على طول اللي حد شايفه هو تلاقيه مكمل فرو الثاني، وده اللي بيعمله حمدي. اتفضل يا جيمي. فهنا لما انت تيجي تتكلم على ان الفكره اتكررت مره واثنين وثلاثه واربعه ونفس الفكره بتتطور باختلاف طريقه التنفيذ النهائيه، طريقه التسجيل النهائيه باستخدام حمدي يعمل الاسيست، يدخل ياخد عين السنتر باك، حمدي نفسه هو اللي يسجل، استخدام الاجنحه ان انا بفضي وبعمل اوفرلود في ناحيه وبسحب اللعيبه وبعد كده يبتدي الراجل يسجل. مليون في المية كريدت كبير قوي لمارسيل كولر، والتطوير مش بس بتاع اللعيبه، ان اللعيبه قادره تنفذ الافكار اللي الراجل عايزها. ودي مش الفكره الوحيده في المباراه، بس دي الفكره بالنسبه لي الابرز، لانه كل الناس بتتكلم على دور حمدي فتحي، لكن الراجل بيقول لك انت عارف ان انا هشتغل بحمدي فتحي وعارف ان انا هستخدم حمدي فتحي وهسجل برضه باستخدام حمدي فتحي. حقيقتي والله اشكرك. عارف ليه؟ عشان انا كان دايما عندي مشكله انه يا جماعه ما خلاص، ما قصه حمدي فتحي دي هتكتشفها اي منافس ويعرف يقفلك على حمدي فتحي لما يخترق ويعمل اي كوره. بس هو مش يعني هو دلوقتي بقى يستخدم حمدي فتحي وكانه بس مناوره لباقي اللاعبين وباقي اقول لك على حاجه، هي بتهيألك على الورق او اللي انت شايفه هو بيتهيألك، انما كل ما في تدوير في الكوره صعب تقفله. لا صعب انه يتمسك، وهو اخطر واحد في الملعب هو او ديانج او مروان لو بيكمل على حسب مين الثابت، مين اللي بيلعب 6. صح. لا بالعكس ده دوره كبير جدا وهو اللي بيفضي، ومع مساعده ايه كمان الجناحين طول الوقت الجناحين فاتحين، فانت عامل استرتش الملعب. صحيح. فطول ما انت عامل استرتش والكوره في رجليك اخطر وقت والكوره في رجليك. صح. وميزه النادي الاهلي في الفتره الاخيره انه ما بيفقدوش كوره بسهوله. مظبوط. حتى دور عندهم عاليه جدا. صحيح. وعشان كده هم بيعرفوا يشتغلوا تحت ضغط، بيعرف يشتغل في جهه معينه عشان يعكس على الجهه الثانيه، وده اللي بينفذه وده النجاح.